السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الكيكه رائعه الشكل والمذاق. طبعا هنا عندي جوج ديال البيضات، كيف ما يمكن لكم ديروا 4 البيضات. انا صراحه مشيت ندير الكيكه لقيت غير جوج، قلت غادا نديرهم غير بجوج، حيتاش بعض المرات كنديرها غير جوج بيضات بيضه. ضفت واحد الكاس ديال سنيده وزدت عليه واحد جوج معالق ديال الحليب بودره اولا نيدو، وخلطت هذا الشيء كامل بالضراب. تقدروا تستعملوا غير الضراب يدوي صافي. وبديت كنخلط، زدت هنايا كاس ديال الزيت وغادي نزيد نخلط مزيان. هنا الكيكه صراحه كل ما ضربتو اولا طربتو البيض مزيان كل ما كطلع معكم مزيانه. ضفت واحد الكاس ديال الحليب، كيف ما تقدروا تعوضوه بالليمون، بنص كاس الحامض. هنا ضفت طحين بالتدريج. هنا ما نقدرش نقول لكم الصراحه بالعبار ديال الطحين، حيتاش الطحين كتختلف النوعيه ديالو. هنا زدت جوج خمارات حمر، وهذا هو الخليط اللي حصلت عليه. كاين هنايا 3 ديال الزلافات اللي قسمت هذاك الخليط ل3 ديال الزلافات اولا 3 ديال الاقسام. هنا كاين شي زلايف اللي غادي نزيد ليهم الطحين باش ما يجينيش خفيف بزاف. هنا عندي واحد المعلقه ديال القهوه، ديك الروح ديال القهوه. الا بغيتو تاخذوها راه غتلقاوها عند مالي القهوه، اي قهوه تمشي عنده قول له عطيني عافاك الروح ديال القهوه اللي كتعصروا هي الاولى، راه غادي يعطيها لكم غير كيلوحوها. هنا كنجيبها وكتعطيني كتجي صراحه مع الحليب، كتجي هكا كتطلع غزال احسن من نسكافي بمئات المرات. ضفت تما واحد المعلقه. هنا اللي ما عندوش هاد القهوه يقدر يدير معلقه ولا جوج معالق ديال نسكافي. وهنا الخليط الثاني درت فيه واحد المعلقه ونصف. هنا راه درت المعلقه الاولى ومازال غادي نضيف نصف المعلقه الثانيه ديال الكاكاو، وغنخلط مزيان. وغنزيد عاوتاني واحد شويه من هذاك القهوه السائله باش تعطيني هذاك اللون اللي كيجيني بحال الاسود. هانتوما شوفوا اللون كي ولا، هانتوما ديك القهوه مغلوق بحال غادي الكحوله، والشكل الثاني كراميل. هانتوما هنا راه زدت ليه الطحين البنات للامانه، زدت واحد المعلقه ديال الطحين باش خسرت، حيت هاد الكيكه خاصها تجي العجينه ديالها قاصحه شويه. يعني فاش ترسموا ديك 8 بالكيكه العاديه غتزيدوا واحد شويه تجيكم ديك 8 عاقده شويه صافي. وهنا قسمت الخليط ديالي، هنا درت غير بلاستيكات، غير ميكات بويض هما اللي درت. تقدروا ديروا هذاك داك الجيب الحلواني اولا القلع. هنا انا ما عنديش صراحه، درت غير بلاستيكات. وحاولوا ما امكن تخليو هذيك الثقب رقيق. هنا واحد جوج درت لهم صراحه جاتني هذيك التقطيعه غليظه شويه فعذبوني شويه. من الاحسن ديروا هذيك التقطيعه غير صغيره صافي. وغادي نبدا نشكل هنايا. غادي نبدا القاعده غندير فيها اللون الاسود والابيض بهذا الشكل. تيقوني هاد الكيكه كتجي غزاله واحد الشكل رائع، وحتى المذاق صراحه بنيدو انا كتعجبني بزاف صافي. وغادي نبقى هنا ندير، هانتوما درت هذاك اللون الاسود، غندوز عاوتاني باللون الاسود ونمشي عاوتاني بالابيض، ونبقى غادي هكا كنشكل وحده فوق وحده. نشكل ديك الوريضه. هنا واخا تشوفوا تطيح لكم شي حاجه مع الجناب ولا ما تخافوش، راه ما غاديش ياثر لكم على الزواقه ولا يعني عادشي كتجي مزيانه صافي. وغنستمر بهذه الطريقه. داك اللون الكراميل غندوز به كامل. هنا حاولوا ما امكن تبقاو تخويو هذاك الخليط غير من الفوق، يعني ما يعني ملي نكون كنخوي يجيني ديك الخليط هانتوما من الفوق. هانتوما هذا هو اللون اللي قلت لكم. غير الميكا قطعتها شويه غليظه صافي. وغنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل هذيك الزواقه ديالي اولا هذيك العجين اللي عندي في ديك البلاستيكات كاملين.
هنا بالنسبة للكيكة ما تخافوش منها بتاتا، تقولوا لا راه غادي تطلع فيها العجين عفوا الخميرة او لا غتضيع معايا، لا ما تخافوش كاع، بالعكس غتطلع وخا الطول، حيتاش الكيكة راه بعض المرات كنديرها وكنخليها ترتاح نص ساعة فيها الخميرة حتى كترتاح، ونعاود نخلطها واحد شوية وعاد كنخويها في المول ديالي وندخلها الفران، كتجي رائعة. صافي، وهنا راني قربت نكمل. هانتوما فين ما كتبركو، شو كنبقى نخوي غير في الوسط، يعني في نفس البلاصه كنبقى نحدد يديا، وكتبقى ديك العجين هو اللي كيبقى غادي وكيتوسع. صافي نكمل هاد العجين، كنبقى غادا بهاد الطريقه حتى كنكمل ديك العجين ديالي كامل. داك العجين كنكون قسمته على 3 الاقسام بطريقه يعني نفس الكميه. وهنا غنبدا نزوق، غنبدا ندير واحد الشكل ديال الوريضات، تقدروا ديروا غير دويرات هكاك على شكل ديك الوريضه، ديك الورقه عفوا اللي كندير انايا. كندير بحال شي ورقه ديال الزيتون ولا ديال الشجر. نتوما تقدروا ديروا دائره، ولا المهم نجمعوا نفس البلاصه. صافي غنستمر بهذه الطريقه. شوفوا الشكل كي ولا كيبان، هذا غير من الفوق. عرفتوا راه فاش كتقطعوا هذيك الكيكه كيجي واحد الشكل. دابا تشوفوا معايا رائع. صافي، وهنا غندخل الكيكه ديالي الفرن. هانتوما الشكل النهائي من بعد ما زوقتها. هنا من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران، هانتوما شوفوا كي جات. شوفوا من الداخل كي كتجي رائعه.